حبايب قلبي، تعالوا نتكلم النهارده عن البروسيس مايننج او التنقيب في العمليات. في البداية تعالوا نتعرف يعني ايه بروسيس ويعني ايه مايننج. البروسيس وهي مجموعة من الاحداث ليها تسلسل معين لاداء مهمة معينة، والمايننج فهو التعمق في بحث الاشياء بغرض الحصول على قيمة حقيقية ومختلفة. الحكاية بدأت في هولندا، تحديدا جامعة ايندهوفن سنة 1999، لما عالم الكمبيوتر الهولندي ويل فاندر ألست نشر اقتراح بحثي بعنوان Process Design by Discovery Harvesting Workflow Knowledge from Ad Hoc Executions. ده انجليزي ده يا مرسي. ويل كان شايف ان نظم ادارة اليات سير العمل الموجودة بتواجه صعوبة في التكيف مع القدرة على التطور ومواكبة التغييرات السريعة، وده على حد وصفه بيرجع إلى ال Rigid Separation of Design and Enactment of Workflow، أو بمعنى تاني الفصل ما بين تصميم آليات سير العمل والتنفيذ الفعلي ليها. وعشان أبسطها لك خليني أقول لك إن الطريقة المتعارف عليها لتصميم الورك فلوز بتقوم على إن مجموعة من المتخصصين يعملوا برين ستورمنج ويطلعوا بالآليات اللي هيتم تنفيذها. إلا إن سنة 2004 في ورقة بحثية نشرها ويل وصاحبه تون وايترز بعنوان Process Mining Discovering Workflow Models from Event-Based Data، شافوا ان الطريقة دي غالبا بتكون incomplete و subjective and at too high level، بمعنى ان تصميم الآليات بالطريقة دي يعبر عن وجهة نظر ورؤية المتخصصين، واللي مهما بلغت درجة خبرتهم ومعرفتهم من الصعب انهم يقدروا يصمموا تصور دقيق لآليات سير العمل الفعلية. ومن هنا كان الحل المقترح هو عدم الفصل بين تصميم وتنفيذ آليات سير العمل. على حد وصف ويل Design and execution of the system are not separated. The actual executions of cases are used to create an initial design or to revise an existing design. يعني التنفيذ الفعلي للبيزنس كيسز هنستخدمه في تصميم آليات جديدة أو تحسين الآليات الموجودة. ومن هنا اتولد مصطلح البروسيس مايننج، وهو استخلاص وصف منظم لآلية سير العمل من خلال أحداث التنفيذ الفعلية. ولو حبيت تعرف أكتر عن البروسيس مايننج هتلاقي في الديسكريبشن مصادر ممكن تفيدك. وبس كده، سلام.